في الأيام الماضية طلع شخص وقال إن الأمن العام مطر يحمي الناس بالصرماية، والحقيقة إن هذا الكلام ما فيه احترام ولا فيه فهم لوظيفة الأمن ولا لواقع البلاد. الأمن العام اليوم ما هو موجود ليحمي طائفة ولا جماعة ولا حزب. الأمن واقف بالطرقات لأن كل السوريين دفعوا ثمن الفتنة من قبل، وضحوا بحياة أكثر من 1,000,000 إنسان، وما زال مصير أكثر من 500,000 مختف غير معروف حتى اللحظة. هذا غير النساء والأطفال والبيوت والمدن يلي اندمرت. والآن بعد كل هذا الدم نرجع نشوف مظاهرات عم تطالب بالإفراج عن مجرمين ارتكبوا جرائم قتل وتهجير واغتصاب. كيف وعلى أي أساس؟ قبل أيام أهل حمص اكتشفوا 4 مقابر جماعية جديدة، مقابر صامتة لكنها بتحكي الحقيقة. ومع هيك في ناس ما زالت بتقول طلعوا المعتقلين، مع أن بعض هالمعتقلين متورطين بجرائم لا يمكن إنكارها. القانون واضح، الذي عليه دم يحاسب والبريء يخرج، وما عاد في مجال للتلاعب أو للتمييز. الشعب السوري يستحق يعيش أمان حقيقي لأول مرة من 60 سنة، يستحق بلد بلا طائفية، بلا شيوخ يجروا الناس، وبلا أحزاب مربوطة بدول خارجية تخرب البلد أكثر. الأمن العام واقف اليوم تحت المطر والبرد، ليس لأنه معه هتافات سياسية، بل لأنه لا يريد دماً جديداً، لا يريد فتنة جديدة، لا يريد نرجع نشوف 1,000,000 شهيد آخر. وإذا بدنا نبني بلد لازم نكون يد واحدة، لازم نفهم أن الطائفية طريق الهلاك، وأن الدين قال إياك نعبد وإياك نستعين. فكيف يتحول النداء إلى أسماء بشر؟ ومنذ متى صار البشر شركاء لله في الدعاء؟ سوريا لكل أبنائها، والعدالة هي الطريق الوحيد للمستقبل، والعقل هو السلاح الوحيد اللي بيحمينا من تكرار الكارثة.